تعليق كابتن حازم امام على تعادل النادي الاهلي مع سيمبا. خلينا نسمع ونرجع لبعض مره ثانيه. كابتن حازم، التشكيله الافضل للنادي الاهلي من وجهه نظرك عامة يعني يعني بعد اللي شفناه وبعد الروتيشن والبدايات لا والشوط الاول هو والشوط التشكيل الثاني ده كويس، بس طبعا لو علي معلول لما هيرجع هيخش على حساب الدبيس. الدبيس وامام عاشور اكيد هيرجع يلعب لان امام لعيب كويس. بس محمد عبد المنعم وعبد المنعم طبعا طبعا عبد المنعم يعني ما هي دي التغييرات يعني. لكن انا النهارده يعني الاهلي كان ممكن يكسب كتير. فكره الفينشنج، وعلى فكره دي فكره موجوده يعني عندنا كمصر كمشكله كبيره على فكره الفينشنج، انك انت بتتوتر ليه؟ يعني تحديدا ماتش زي ده، انت بقول لك الفرص دي لو جت في الدوري اللعيبه بتاعت الاهلي هتجيبها جون عادي جدا، بس هم متوترين ما اعرفش ليه. ماتش يمكن الزحمه، الجمهور، الهيصه، فانت عشان اول ماتش في البطوله مديهم احساس بالتوتر، لان الفرص لو اتعادت لكهربا 40 مره الكره دي هيمسكها ويحطها عادي جدا. بيرسي تاو نفس الكلام بيعملها في الدوري المصري على طول اللي هي في البعيده دي. فهي يعني انا بشوف الاهلي كان يعني انت طبعا زي ما قلت نتيجه كويسه، لكن هي اللي يزعل اكيد الاهلي ان هو كان ممكن يطلع النهارده كسبان وخلصان الماتش ده من بدري بدري، ويجي الماتش الجاي يعني جرب لعيبه ثانيه خالص يعني. بالمشهد اللي قدامنا امام عاشور مش جاهز. يعني لسه واضح الراجل شايف مش عايز برضه ياخد مخاطره يعني فيه اصل يعني الاهلي اتنين يعني مش محتاج انه ينزل قوي دلوقتي. يعني هو اكيد بيبص لقدام الراجل برضه شايف الناس كويسه وماشيه بشكل كويس، عاملين يضيعوا جوان وفرص كتيره وبيجيبوا جوان. ف يعني يعني مش لازم دلوقتي، ممكن الماتش اللي جاي يكون احسن اخليه عندي. هو اكيد ما دام احتياطي يقدر يلعب، لكن اكيد هو قال لك لا يعني اسيبه الماتش اللي بعديه ياخد كفاءته اكتر او ياخد كفايته لان عنده خدمه جامده يعني. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تعليق كابتن حازم امام على تعادل النادي الاهلي مع سيمبا. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.